تمر هندي اللي ولادك مضيعين فلوسهم عليه طول شهر رمضان. هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه. هتعملي كميه كبيره، بنروح نشتري ازازه قد كده ب20 جنيه ما فيهاش كوبايتين، لا هعمل لك كده كميه حلوه جدا جدا من التمر هندي، ومش هتشتريه من بره تاني. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا وطعمه يجنن كده في منتهى الجمال. يلا نحط لايك للفيديو ونسمي الله ونشكر الله وتصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا. اول حاجه كده بعملها بجيب معايا كيلو سكر. تستخدمي كيلو سكر خشن، تستخدمي اي نوع سكر، ممكن كمان تستخدمي السكر بتاع التومين. انا هنا هعمل كيلو سكر، انت ممكن تعملي نص كيلو سكر، وممكن كمان تعملي ربع كيلو سكر. بصوا بقى الخامات دي بتتجاب من عند العطار. تنقي عطار كده كويس وتروحي تقولي له انا عايزه تحويجه التمر هندي، وقولي له عايزه لكيلو سكر. لو انت عايزه لنص كيلو بس قولي له عايزاها لنص كيلو سكر. تقريبا التحويجه بتاعه كيلو السكر عامله 30 جنيه، نص كيلو السكر عامله 15 جنيه. هو مديني 3 حاجات، مديني اللون التمر اللي هو اللون البني ده، لون الشوكولاته الجميل ده، ومديني ملح ليمون، ومديني اسانس التمر. اسانس التمر ده اللي هو نكهه التمر. فانا الاول حاجه كده حطيت كيلو السكر وحطيته بقى في طبق كبير عشان اقلب براحتي. حطيت عليه اللون اللي هو البني وحطيت ملح الليمون، وببدا اقلبه كويس قوي 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 كده مع بعضه. بعد كده هضيف اللي هي ريحه، هضيف اسانس التمر هندي. كن هو الاسانس ده يعني الكميه دي قال لي تعمل على كيلو، فانت هتروحي عطار يكون كويس عشان يديك الحاجه كويس. قلبته كله زي مع بعضه كده، تقلبي لحد ما السكر كده ياخد كله لون واحد، وتقلب مع المكونات كلها بقى بالشكل ده معايا زي ما انتم شايفين. بصوا تمر ده بقى ولا مش تمر؟ عايزه اقول لكم ريحته رهيبه جدا جدا. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.